السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. نبدأ معاكم المشكلة اللي جاية لنا. السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 25 سنة. من يوم ما أبويا مات والدنيا بقت سودة في عيني. أبويا كان ظهري وأماني، صحيح ما كناش أغنياء بس البيت اللي سابهولنا كان كفينا، وكان هو آخر ذكرى حقيقية لينا منه. كنت بحس إن وجود البيت حوالينا بيحضننا كأنه لسه موجود. بعد العزا بأسبوعين خالي ابتدى يجي كتير. في الأول كنت بفتكر إنه جاي يقف معانا، بس مع الأيام اكتشفت إن وشه اللي باين للناس غير اللي باين لينا. مرة لقيته بيكلم أمي بصوت واطي وأنا سمعت بالصدفة. قال لها البيت باسم أخويا، بس أنا هخلص الورق وأخليه باسمي لحد ما البنات يكبروا عشان محدش يضحك عليهم. أمي الست الغلبانة صدقته، بس أنا قلبي حس إن في حاجة غلط. عدى شهر وفجأة جالي خبر إن البيت بقي باسمه رسمي. افتكرت إنها إشاعة، جريت على أمي وسألتها، لقيتها قاعدة على الأرض ماسكة دموعي وبتقولي إحنا خلاص ملناش ورق في البيت. ساعتها حسيت إني بتخنق، كأن الأرض اتسحبت من تحت رجلي. من بعدها حياتنا ما بقتش حياة، بقينا عايشين في بيتنا وإحنا حاسين إننا غرب. كل ما أشوف خالي يدخل البيت ويقعد مكان أبويا دمي بيغلي. مرة ما قدرتش أسكت، قلتله إزاي تعمل كده فينا؟ ده بيت أبويا. ضحك ضحكة مستفزة وقال لي اسكتي يا بنت، انت ست ومش فاهمة حاجة. أنا اللي شايل همكم، ولو مش عاجبكم الباب يفوت جمل. الكلمة دي كسرتني، حسيت إني ولا حاجة. أكتر لحظة وجعتني كانت لما لقيت أمي قاعدة بالليل لوحدها في الصالة بتبص للحيطة وتبكي. رحت عندها قلت لها احنا لازم ناخد حقنا. بصت لي بعينين مليانة خوف وقالت يا بنتي احنا ستات والناس مش هتسيبنا، هيتكلموا علينا وهينسوا الحق ويقولوا اننا فضحنا خالك. الكلمة دي رمتني في دوامة. اعمل ايه؟ اسيب حقي ولا افضح واشيل كلام الناس؟ اسيب حقي ولا افضح واشيل كلام الناس؟ اللي زود وجعي ان الناس حوالينا مش بيرحموا. مرة سمعت واحدة من الجيران بتقول للتانية شفتوا خالهم خد البيت والبنات ساكتين، اكيد عشان ما عندهمش راجل. الكلمة دي طعنتني في قلبي. احنا مش ساكتين ضعف، احنا ساكتين عشان خوف على سمعة عيلتنا. بقينا عايشين في كابوس. كل يوم بنصحى الصبح على نفس الإحساس، البيت مش بتاعنا، وكل ليلة بننام وإحنا مرعوبين ممكن يطردنا بكرة. والأصعب إني حاسة إني بخون ذكرى أبويا كل يوم بسكوتي. دلوقتي أنا واقفة بين نارين، لو سكت حقي هيتدفن، ولو اتكلمت سمعة العيلة هتتبهدل. مش عارفة أختار، وكل يوم بحس إني بموت بالبطيء. عبد الرحمن، أنا مش عايزة فلوس ولا حتى ورق، أنا عايزة حقي، عايزة أشوف إن تعب أبويا ما راحش هدر. بس السؤال اللي مش لاقياله جواب، هل المطالبة بالحق عيب حتى لو الحق ده هو اللي مخليني عايشة مقهورة؟ يعني أنا عايز أقولك إن للأسف الشديد دايما كتير في ناس بنبقى فاكرينهم بيحبونا وبيطلعوا حابين الحاجات اللي معانا. للأسف الشديد يعني ده خالك دلوقتي بعد وفاة والدك، المفروض هو في مقام والدك، المفروض هو الحماية، المفروض هو السند، لكن هو اللي يجي وياخد حقكم وياخد حقك وحق والدتك وحق اخواتك. ليه يعني؟ الدنيا حصل فيها ايه؟ صراحة يعني انا هقولك ان مفيش حق بيروح على الفاضي. انت لازم تطالبي بحقك، ولازم تكلمي مثلا خلانك الباقيين، لازم تكلمي حد كبير، حتى تكلمي عمامك، تكلمي اي حد بيحبكوا من ناحية عيلة مثلا والدكوا، عيلة والدتكوا. بس اهم حاجة لازم تقفوا في الموضوع ده. اصل مش معقولة يعني عشان انت خايفة من الفضايح تسيبي حقك. مش معقولة يعني. اصلي مين اللي ظالم؟ هو اللي ظالم وانت اللي مظلومه. يبقى المفروض مين اللي يخاف من الفضايح؟ هو اللي يخاف، مش انت اللي تخافي من الفضايح. انت صاحبة حق، انت ووالدتك اصحاب حق.
يبقى مين اللي يخاف؟ هو اللي يخاف، مش انت اللي تخافي انت ووالدتك. لازم تجيبي مثلا خلانك او اهل والدتك ووالدتك، ومثلا لو عندك حد بيحبك من عمامك او جدك وجدتك، ولازم تتكلموا في الموضوع ده. تحاولوا في الاول تحلوا بالود، لابد انكم في الاول تحلوا بالود. حاولوا انكم تحلوا بالود بس، وحاولوا انكم تتكلموا معاه كتير، لعل وعسى ربنا يخليه يشعر انه ظلم. يعني انا مش هقول، يعني هقول ايه؟ طيب عبد الرحمن، انا مش عايزه فلوس ولا حتى ورق، انا عايزه حقي، عايزه اشوف ان تعب ابويا ما راحش هدر. بس السؤال اللي مش لاقيه له جواب، هل المطالبه بالحق عيب حتى لو الحق ده هو اللي مخليني عايشه مقهوره؟ لا طبعا، المطالبه بالحق مش عيب، ده حقك انت ووالدتك واخواتك. مش عيب انكم تطالبوا بحقكم. انتوا لازم تطالبوا بحقكم، ولازم تتكلموا في حقكم، ولازم تقفوا له حتى لو معكوش رجاله. انتوا لابد انكم مثلا حاولوا تناقشوا بالود. لو مثلا في حد من عمامك، من اخوات والدك الله يرحمه، بيحبكوا، يقفوا معاكي ويقفوا مع والدتك. ولو في حد من خلانك وخالاتك مثلا بيحبوكي، وجدك مثلا وجدتك بيحبوكي او هيقفوا معاكوا، كلموهم عشان يقفوا معاكوا. لكن لازم انكم تطالبوا بحقكم، ولازم ما تسيبوش حقكم يعني يروح هدر. لازم تاخدوا حقكم، لازم تحاولوا تتمسكوا بحقكم، وما تخافوش. طول ما انتوا مظلومين ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا هيقف معاكم، وربنا هينصركم، وربنا هيقويكم، وان شاء الله باذن الله تعالى تاخدوا حقكم. انا مش عارف اقول ايه. يعني الخال اللي هو المفروض يكون والد ياخد ميراث اخته وميراث بنات اخته، لا حول ولا قوة الا بالله. طمع الدنيا وده مصيبة. المهم انتوا ما تسيبوش حقكم، وتمسكوا بحقكم وطالبوا بحقكم، وان شاء الله باذن الله تعالى حقكم يرجع لكم. واوعوا في يوم من الايام تنازلوا عن حقكم، وادعوا ربنا ان يجيب لكم حقكم. وان شاء الله اتمنى اني اكون افدتكم، ونشوفكم في حلقة جديدة، والى اللقاء.